في شباب كتير بيوقفوا حياتهم على انتظار الفرصة الكبيرة، المنحة، السفر أو المشروع الضخم، بينما الحقيقة ربنا ما بيفتح إلا على اللي عم يشتغل بما هو متاح قدامه. شوف التاريخ، كل إنجاز عظيم بدأ بخطوة صغيرة، تاجر بسوق قديم، مزارع بأرض بسيطة، أو شاب قرأ كتاب فغير حياته. رح احكي قصة قصيرة وفيها عبرة. في قرية صغيرة كان في شاب بيشتغل بمحل أبوه، كان دايما يقول لما تجيني الفرصة بدي سافر مشان ابني حالي. في يوم دخل رجل كبير ولاحظ حسن ترتيبه للمحل، قال له الفرصة مو برا، الفرصة هون قدامك. من يومها قرر يتعلم كل يوم شيء جديد ويطور المحل. بعد سنة صار عنده 3 محلات بدل المحل القديم. السر مو بالمكان ولا بالظروف، السر هو كيف تستثمر الموجود بين ايديك. معك ساعة فاضية حولها لتتعلم مهارة، عندك أصدقاء بنفس الطموح ابني شبكة صغيرة بكرة بتكبر، عندك عمل بسيط خلي مدرسة تتعلم فيها. شكور اللي عندك واشتغل عليه، بيفتح لك ربك أبواب ما كنت تتخيلها. ربنا وعد لئن شكرتم لأزيدنكم.